انت عارف العجيبه النهارده انك تلاقي الشباب ممكن يصحى الصبح يسلم مثلا على زميله يقول له ازيك يا ابن كذا. ابن كذا ده حد، يعني لو قال له يا ابن الزانيه ده على طول بيجي كده. تعالى يا ابني انت عندك 4 شهود ان امه زنت؟ لا ما عنديش والله. اتفضل على ايه؟ 80 جلده على الصبح كده قبل فنجان القهوه. 80 عصايه، 80 عصايه، تصور لحد ما يطلع يقول لك واشهد لها بالعشره ان هي امراه فاضله. الشباب دي برضه تاخد بالها من كده، انك لو ما تعاقبتش في الدنيا هتتعاقب او مش هتمسك لسانك. دي حدود، زي طعن الانسان للرجل في عرضه ايضا. الكلام اللي بقى سهل بالنسبه لنا ان يتقال له ما يوحي الى انه رجل من يفعل فعل قوم لوط ولا الكلام ده برضه ايه؟ ده قذف، وتيجي يتقال لك فيه ولا ما تخامش عليك في الدنيا هيقام عليك في الاخره. وده دايما بقوله، والله الواحد لما جه مصر وشاف الوضع ده ان كله بيشتم في كله حتى على سبيل الهزار، والاصحاب مع بعض هزارهم ان هو يا ابن كذا ويا ابن كذا وانت كذا ومش عارف ايه. ده جهل كبير قوي، ان لو صاحبك معديهولك علشان مفكر ان ده هزار، فده متسجل عند ربنا وهيتحاسب عليه. لان مفيش حاجه اسمها ان انا اشتم بهزار، مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها ان انا اكذب بهزار، مفيش حاجه اسمها ان انا اخالف القوانين الالهيه بس عشان انا بهزر. مفيش حاجه اسمها كده. وغير كده انا برضه مش قادر استوعب ازاي الشخص اللي بيتشتم بالاب او بالام، حتى لو على سبيل الهزار، بيقبل انه يسمع شتيمه زي دي على امه او ابوه او اخته او اخوه او ايا ما يكون الشتيمه على مين من عيلته. بتقبلها ازاي؟ يعني بتعدي على ودنك كده وبتخش مخك بيعمل عمليه تنقيه المفروض لاي حاجه بتتقالك. دي بتعدي ازاي؟ بتخرم ازاي وتعدي؟ فده انا مش قادر افهمه. يا جماعه يا ريت نتثقف شويه، نبقى عارفين انه حتى ده لو فرضا احنا عدت وخرمت وما اتعملتش تنقيه وتقبلناها، هنتحاسب عليها يوم القيامه. والمفروض لو في بقى شريعه بجد بتطبق، مش العبث اللي احنا عايشين فيه ده. حرفيا اي حد هيعمل كده زي ما الشيخ قال اديله. المشكله ان احنا استسهلنا كل حاجه، واستسهلنا الشرع، واستسهلنا الكلام، واستسهلنا الغيبه والنميمه والشتيمه وقله الادب والسباب والسفاله. كله بقى استسهال، وفيها ايه يعني؟ طب لو كل حاجه بقت استخفاف واستسهال، ما خلاص بقى نشيل بقى القوانين ونشيل الشريعه ونشيل الدين ونشيل ربنا من الحياه، ونعيش بقى عيشه غوغائيه ونعيش كده مع نفسنا وخلاص. يا ريت يكون في توعيه شويه للموضوع ده، ونبطل نشتم ونسب حتى على سبيل الهزار.